السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا وصفة مش للجسم ولا للوجه ولا يعني اليوم وصفتنا للطبخ. اليوم وصفتنا عفوا للتنظيف، يعني هو تنظيف كل شيء، سواء في الحمام أو في المطبخ أو في أي مكان، يعني تديلك جميع الرواسب، يعني سواء كانت جلسية أو شيء دفق لك وبقى يعني بقات الباشا تاعو، أو يعني كل شيء راح يروح بإذن الله بهاد الوصفة أكيد. واش نحتاجو هنا؟ نحتاجو طبعا بيكربونات الصوديوم، خميرة الحلويات، خل، و إيزيس، يعني مانيش عارفة، سائل الأواني، يعني يقولوا سائل الأواني. راح نبدأ على بركة الله. بسم الله. هنبدأ نحط أول شي بيكربونات، وبعدها نحط خامة الحلويات، كمية خامة الحلويات، ومن بعدها نحط سائل أواني أو الإزيز، نقولوا له إزيز، وهو نتوما كل واحد وش يسموه عندكم. عفوا. نحطو كمية من الخل ونخلوها تتفاعل شوية، بعد نبداو نحركو كما تنشوفو. نجيكم بهاد على شكل كريمة، تلبسو أكيد قفازات وتديروها في الأماكن اللي عندكم فيها يعني كلسة، خاصة يعني الكلسة هو اللي يعاني منه أكثر شيء هو الحمام، يعني ولا اللافابو وهذوك اللافابو العين كامل هادو يجي فيه، ندهنوهم، نحطو هاد الخلطة، ومن بعد تخلوها واحد 10 دقايق ربع ساعة، أو تنسوها قاع تخلوها ساعة أو عادي، يعني ما تأثرش. ومن بعد ديرولها الخل لما تنشف هاد الخلطة فوق الشيء اللي تحطوه فيها، خلوها تنشف زي بس يعني نهائيا، ومن بعد تحطو فوقها الخل بواسطة بخاخ يعني، وغسلوها، من بعد غسلوها يعني ولا مسحوها، ومن بعد غسلوها، يعني تقدروا تراغيو باسكو هي فيها رغوة، يعني فيها صابون، ما تحتاجوش رغوة واحدة أخرى. ورجعولي الخبر، يعني والله شيء رائع، يعني تغنيكم عن جميع المنظفات اللي تعرفوها. المهم ما تنسوش تجربوها، لأنها الله يبارك، يعني أنا صدقوني يعني من أول ما عرفتها ما نسيت كامل أشياء. حاجة اسمها لي برودوي شيميك، يعني ما ولو كاع يدخلوا للدار الحمد لله. وحتى يديا ما استحفظت على يديا، يعني لازم تستحفظوا على يديكم باسكو لي برودوي شيميك واعرين بزاف، يعني ويضروا على المدى البعيد، ما يضروش على المدى القريب، يعني يمرضوكم ومن بعد ماشي دوك. المهم ما تنسوش تجربوا هذه الوصفة، وخليتكم في امان الله وحفظه. الى اللقاء، ما تنسونيش باللايك وكومنتير، والى اللقاء. متنسوش كذلك الاشتراك في القناة.